مرحبا بكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم في قناه حنان تيفي. مرحبا والف مرحبا بالناس الجداد والقدام. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفات، تقريبا ثلاث وصفات اللي مهمين لكل مرأة خاصة تعتني بالجسم ديالها. بالنسبة للوصفة الأولى خاصة بالسيلوليت اللي كتعاني منه معظم النساء، تقريبا 80 أو 90% ديال النساء اللي كيتعرضوا كيجيهم السيلوليت، بالأخص كيجيهم في الفخذين وكذلك في البطن والأرداف والثدي. وهذا كيسبب ازعاج وضيق لكل انثى تقريبا، لان صعيب ان تشوف الجسم ديالها بحال تقريبا بحال البرتقاله. صراحه من راسي وجبد ما نبغيش نشوف الجسم ديالي هكا. لذا انا اليوم جيت نتشارك معكم واحد الوصفه اللي مهمه بزاف، ان خاص كل انثى تجربها ديرها المره الاولى، وغتحس بواحد كاين واحد التغيير في الجسم ديالها. وهاد الوصفه ماشي ديريها مره واحده وتقولي صافي راه قدات لي غادي ما قداتش ليا، لا، خاصك ديريها المره الاولى والثانيه تكون معتمده عندك، واكيد غتعجبك من المره الاولى. مقادير ديال هاد الوصفه: عندي هنا القهوه العاديه، قهوة خديتها حبوب وطحنتها في الدار، ولا جيبيها من عند العطار مطحونة، ما فيها لا توابل لا حتى شي حاجة. المهم غادي ناخد هاد القهوة وغادي نديرها. انا عندي هنايا هاد البريق ديال القهوه اللي كنطبخ فيه القهوه. هاد البريق دايره انا فقط لهاد الوصفه، كنحتاج هاد الوصفه كنديرها ما انا قليل فاش كنشرب القهوه هادي ديال الطحين. كناخد هاد القهوه وكنديرها في هاد الكوكوط ديالها، وكندير الماء وكنخليها تغلي واحد تقريبا حتى نحس بها خرجت ليا كاع هذاك الماء اللي كاين فيها. بالنسبه لهاد الوصفه ممكن يديروها حتى الاطفال، مثلا فوق 10 سنوات حتى هما كيعانيو من السيلوليت. لذا هاد الوصفه مهمه ان وليداتنا نعلموهم يعتنيو بالجسم ديالهم. ماشي عيب ان بنيته هكا من صغرها تعلميها تهتم بالجسم ديالها، هكا كتكبر ما كتعانيش من السيلوليت فوق العشرينات. في هنا غادي نحط القهوة تطبخ واحد شوية، واحد 3 دقائق حتى ل5 دقائق، وغادي ناخد هاد التخت ديالها. هو هنا باقي سخون شوية، هذاك التخت هو اللي محتاجينه ماشي الماء. صافي من بعد راه مهم بزاف هاد القهوة نديروها هكا كتقشير او كغوماج للجسم ديالنا. غادي تحسوا بواحد النعومة في الجسم، ومع المدة غادي تحسوا بان الجسم ديالكم ولا مشدود. غادي نضيف العنصر اللي مهم وكيكمل لينا هاد الوصفة وكيحيد لينا الجفاف اللي عندنا في الجسم ديالنا، اللي هو زيت الكوكو. زيت الكوكو راه مهم للجسم. علاش كنشوفوا معظم الاجانب عندهم واحد اللمعه في الجسم ديالهم؟ لانهم دائما كيديروا كوماج ديال القهوه وكيدهنوا بالزيت الكوكو بزاف. الطريقة ديال وضع هاد الكوماج على الجسم هي اللي مهمة، ان خاصنا حنا نعاونوا الجسم ديالنا باش يتخلص لنا من السيلوليت. ان خاص يكون تدليك الى الاعلى اتجاه القلب. يعني لا، الا شدينا البطن ديالنا خاصنا ندلكو الى الاعلى باتجاه القلب بحركه دائريه باتجاه عقارب الساعه، هكا باش كنعاونوا ان داك الدهون اللي متراكمه لينا في البطن واللي نازله للاسفل انها تطلع الفوق، وهكا كنساعدوها باش اللي غدو ما سالينا من الجسم. غادي ندوزو للوجه كذلك، خاصو نتهلاو فيه قبل ما ندخلو نعومو. غادي اول حاجه غادي نحيد الشعر، وكذلك غادي ندير تقشير، ثم غادي ندير ماسك. بالنسبه لي هنا غادي نحيد الشعر بهذا الموس اللي زوين بزاف، وننصحكم تاخدوه وما تخافوش تقولوا غادي ينوض لينا شعر غليظ او كحل. بالعكس انا الشعر ديالي كحل وعندي الزغبه غليظه، ولكن عمرو ناض ليا في وجهي الشعر غليظ او كحل. بالعكس كينوض الشعر على مده، يعني شهر او شهر ونصف، وكينوض عادي، اللون ديالو ماشي كحل ورقيق بزاف. يعني من بعد ملي غتجربوا غتشوفوا النتيجه. هذا كنحد كيتقادوا به حتى الحواجب، وتحيدوا به الموستاج احسن من لاصيغ، لان لاصيغ كيؤدي الى ترهل البشره.
بالنسبة ليا أنا غادي نستعن لإزالة الشعر بجل ألوي فيرا اللي زوين بزاف، واللي ما عندوش جل ألوي فيرا ممكن ياخد زيت اللوز أو زيت الكوكو، ولكن من الأحسن ديروا جل ألوي فيرا. بالنسبة للناس اللي خارج المغرب راه كيتباع في ليدل، راه الثمن ديالو ما غاليش، والناس اللي في المغرب راه كيتباع عند الناس اللي كيبيعوا مكياج، راه عندهم والثمن ديالو كيتراوح ما بين 100 درهم حتى ل 150 درهم على حساب الجودة ديالو، وكاين حتى ديال 70 درهم. مهم انا هذا كنت خديته من ليدل. وبالنسبة للتقشير غادي نستعن هنايا بليبطون والالوفيرا فريش، هي اللي غندير بها التقشير. وبالنسبة للماسك غادي نخدم هنايا بالدقيق الابيض، ملعقة دقيق الأبيض، وكذلك غادي نخدم بملعقة صغيرة من الحليب مجفف مع ملعقة صغيرة نشا الذرة. هنا غادي نخلط ملعقة صغيرة ما بين النشا والنشا الذرة والحليب المجفف، غادي نخلطهم. وكذلك عندي هنايا مطيشة أو طماطم. هنا غادي نبدا في إزالة الشعر من الوجه وكذلك من اليدين، نفس الطريقة اللي غادي ندير في يديا غديروها حتى في الوجه. وما تخافوش من هاد الموس، غير خدوا موس اللي يكون دا جودة. والثمن ديالو راه ما غاليش بزاف، راه كيتباع في الاسواق، المتاجر ولا الناس اللي كيبيعوا المكياج حتى هما راه عندهم. كناخد شويه ديال جل الوفيرا، وبالنسبه لهاد جل الوفيرا دائما حطوه في الثلاجه يكون بارد، راه زوين بزاف يكون بارد. ولا حبوب كينوض بصراحة. جل الوفيرا غزال غزال وهناني وارتاحيت من بزاف د المشاكل. هنا كنوريكم راني كنت كنصور وتهرست ليا السيبورا ولصقت، بغيت نلصق السيبورا صدقت لصقت صبعاني، راني كندير في هاد الكوماج وموعته في صبعاني بصراحة. المهم هنايا خديت جل الوفيرا وغادي نديرو في يدي كامله. بالنسبه للوجه نفس الطريقه، كناخد هاد جل الوفيرا وكنديرو على حناكي وعلى الجبهه ديالي، وكذلك في الدوفي الموستاج، لان هاد الموس هذا كنقاد به حتى الحجبان ديالي. ما عمرني اديت عمرني ما ناض ليا الشعر خايب بزاف، بالعكس هاد الموس هذا كيقاد لك الحجبان وكينوضو بطريقه زوينه بزاف. وكذلك الدوفي كينوض على شهر او لا شهر ونص. صراحه لقيت نتيجه غزاله من نهار جربته، تقريبا انا مده وانا كنجربو 3 سنوات او اكثر، ما عمرني تاديت منه. هكا كنحيدو الشعر من الفوق الاسفل. هذه هي الطريقه ديالو. دابا الوجه بنفس الطريقه كنحيدو من الفوق لتحت، وكنبقاو حتى كنحيدو داك الشعر كامل ديال الوجه ديالنا. ملي غتحيدو الشعر غادي يبان لكم بان داكشي موسخ كيخرج، ورا داكشي غير الشعر. سبحان الله، ملي كنحيدو كيبان، كتبان لك البشره بشكل تاني جد غزاله بزاف ورطبه. واللي كيخليها انها تكون رطبه حتى الجل الوفيرا كيساعدنا باش اللي كتكون عندنا النتيجه زوينه ومرضيه. كنبقى على هاد الطريقه حتى كنحيد الشعر كامل، كنحيد الشعر حتى من الجبهه ومن الحواجب، وكذلك من الخدود، من الحنيكات، ومن الدوفي. ملي سالينا ازاله الشعر غادي ندوزو للتقشير. انا هنا خدمت بليبطون، شاي ليبطون، وغادي ندير معاه جل الوفيرا فريش. الصراحه غادي ناخد طريه هي اللي غادي نخدم بها اليوم، وبعض المرات كنخدم بجل الوفيرا او لا زيت اللوز او زيت الزيتون اللي عندكم.
انا هنا مضاربه مع الالوي فيرا لان داك اللزوجه اللي فيها ما كتخلينيش نقطعها. المهم انا بقيت مضاربه معاها، كتكون غزاله بزاف هاد الالوي فيرا. كنبداو نكوميو البشره ديالنا بشويه بشويه. هي بصراحه ملي كندير الالوي فيرا فريش كتكون صعيبه هكا باش نخدم بها، ولكن كنحاول معها بشويه بشويه، ماشي بحال الجل العادي. كنبقى نقومي بها صافي. ملي كنكمل كنغسل بالماء دافي ومن بعد الماء بارد. دائما كنبداو بالماء دافي عاد كنديرو الماء بارد، ومن الاحسن ما بارد الا كان فيه الثلج راه احسن حاجه. من بعد ما غادي نسالي تقشير خاصنا نديرو الماسك باش نحصلوا على النتيجه المرضيه. بالنسبه للماسك كيف سبق قلت لكم عندي فيه جوج خطوات. الخطوه الاولى كشفتوا هنا، شوف التقشير بعد ما درت تقشير ودرت زولت الشعر، النتيجه راه كتكون زوينه بزاف ومازال غتزيان ملي غنديروا الماسك. كناخذ مطيشه كنقسمها على جوج، غادي ناخذ النص، غادي نغطسو في الدقيق الابيض وغادي نحكو على الوجه والرقبه واليدين، ونحك مزيان الاطراف اللي فيهم الاسمرار. ما تخافوش من هاد الوصفه، كتصلح لجميع انواع البشره. نحكو مزيان ومن بعد غادي نخليه واحد 10 دقائق حتى كي نحس بيه شويه جف. بعد ما خليته 10 دقائق تقريبا او 9 دقائق في يدي. وما تنساو حتى يديكم ديروا ليهم هاد الوصفه، الوجه واليدين والرقبه، راها غزاله بزاف غتعجبكم. غادي ناخذ نصف مطيشه الثانيه وغادي نغطسها في الاناء اللي فيه النشا والحليب المجفف. نغطسها مزيان ونعاود نحك فوق الماسك الاول. هذا هو السر في نجاح هذه الوصفة، أن الدقيق كيساعد لنا في التبييض، وكذلك الحليب والنشا كيساعد في الترطيب والتبييض والنعومة، وكيزول كاع الطبايع اللي عندنا في الوجه وكاع لاطراس ديال الحب الشباب. كنخليو الماسك واحد 10 دقائق اخرى، هي المجموع 20 دقيقة باش نحصلوا على هذه النتيجة الزوينة بزاف، وغتعجبكم هذه النتيجة اللي غتحصلوا عليها ان شاء الله. ما تنساوش لايك باش اللي نستمروا ان شاء لا الله. تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.